السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اكيد طبعا عارفيني علشان انتوا بتتابعوني. النهاردة هنتكلم في كذا حاجة مهمة. اولا بخصوص كهربا، وثانيا بخصوص ماتش الاهلي في افريقيا مع سان داونز. هنتكلم في كذا حاجة مهمة. اول حاجة، جماهير نادي الزمالك عمالة تنكش ومش ساكتة وعايزين كهربا يتوقف بأي شكل. ليه بقى يا سيدي؟ علشان احتفال كهربا مع الجمهور. طب معلش يا جماعة، يعني احنا اسفين في السؤال. مثلا هو انتوا عايزين كهربا مثلا يلعب يعني يحتفل مع جمهوركم مثلا؟ يعني وايه العيب في الاحتفال بتاعه يا جماعة؟ معلش بيقول يعني كهربا حطه صح، حط الهدف صح. يعني انت اللي مزعلك ان كهربا قال حطه صح مثلا؟ طب ما حط الهدف صح فعلا، حط الهدف يكون صح، والهدف طلع ولا اروع بصراحة. يعني انا مش فاهمه انت اللي مزعلك ان هو حطه صح ولا غلط، يعني مش فاهمه بصراحه. عمالين ينكشوا وهنكلم رابطه الانديه ومش عارف ايه وبتاع. فرابطه الانديه طلعت وقالت لهم كده بالبنط العريض ان كهربا ما غلطش ولا عمل حاجه ولا اساء لحد، لاعب بيحتفل مع الجمهور. النية بقى دي على حسب النية، يعني حسب نية المشجع هو خد الكلمة ازاي. فانت يا زملكاوي يعني خدت كلمة حط صح دي ازاي؟ يعني احنا كأهلاوية معتبرين ان هو بيقول حط صح، حط الهدف صح. انت بقى كزملكاوي خدت الكلمة على نيتك بقى يعني، وعلى نيتكم ترزقون يا جماعة بصراحة. انت ونيتك بقى يا زملكاوي. فكهربا موجود ومش هيتوقف وهيلعب يا جماعة. اللاعب والله ابيض يا جماعة وسالك، لاعب ابيض وسالك من جواه، مغلطش. لاعب بيحتفل مع الجماهير سجل هدف فيكو ولاعب بيحتفل مع الجماهير، ما غلطش ولا اذنب ولا عمل حاجه. عكس الناس اللي بتطلع على التلفزيون تشتم في الامهات وتشتم في كهربا وتشتم في الخطيب ومحدش بيحاسبها يا جماعه. يعني شاهد ما شافش حاجه، اشمعنى كهربا؟ انا طبعا عندي برد فبس انا لازم اطلع اتكلم في الحاجات المهمه دي. فكهربا ما اذنبش، كهربا بيحتفل مع الجمهور بتاعه. ايه المشكله بقى؟ مشكلتك انت في ايه؟ بس اللاعب مش هيتوقف يا جماعه، واللاعب موجود واللاعب هيلعب ومفيش اي حاجه خالص. بس انت بقى تعبان محروق من جواك، فدي حاجه ترجع لك انت بقى، حاجه ترجع لك انت. احنا مبسوطين ومرتاحين وكهربا موجود ومفيش اي مشكله، ومش هيتوقف ولا رابطة أندية ولا أي حد إن شاء الله بمشيئة الرحمن. الموضوع التاني بقى يا جماعة، نيجي النادي الأهلي هيلاعب سان داونز يوم 25 فبراير على استاد السلام. طب يعني أنا مش فاهمة يا جماعة والله العظيم، يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ يعني الراجل اشتكى من استاد السلام وقالك مش عارفين نلعب في استاد السلام، وعجبه استاد القاهرة. انت ليه بقى هتلعب مع سان داونز على استاد السلام؟ انا مش فاهمه والله يا جماعه. يعني الراجل عجبه استاد القاهره يا جدعان. ايه المشكله لما نلعب ماتشاتنا، ننقل ماتشاتنا كلها من ماتشات السلام اللي الراجل اشتكى من الملعب بتاعه وارتاح لاستاد القاهره ونلعب في استاد القاهره؟ ليه بنصعبها على نفسنا يعني؟ مش فاهمه. هو ان شاء الله طبعا هنكسب ان شاء الله. يعني انا مش عارفه سان داونز اللي بنقع معاه للمره ال5000 دي، يعني مش عارفه واخدين بعض على حب ولا ايه. بس يعني كنا نلعب على استاد القاهره احسن. يعني استاد القاهره الراجل شايف ان هو حلو، واللعيبه بتعرف تتحرك، واللعيبه بتعرف تلعب، مش مأزمه، مش عارفه تتحرك، مش مرتاحين. ننقل ماتشاتنا لاستاد القاهرة زي ما انتوا طلعتوا قلتوا هتنقلوا الماتشات كلها لاستاد القاهرة، عشان ال كولر طلب ان هو عايز يلعب في استاد القاهرة، مش عايز يلعب في استاد السلام. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب طبعا سان داونز ان شاء الله يعني. ومش عارفة الضريبة دي هنفضل ندفعها لحد امتى. بس يا جماعة انا طلعت قلت لكم اهون، والحمد لله الحمد لله النادي الاهلي من ساعة ما بدأ الدوري مع قيادة مارسيل كولر
ما خسرش ولا ماتش، 19 مباراة الحمد لله. امسكوا الخشب يا جماعة، امسكوا الخشب الحمد لله. وان شاء الله الدوري السنة دي يكون في الجزيرة، وان شاء الله نكسب بيراميدز وناخد الكاس ان شاء الله. مع اني حاسة يا جماعة ان هيحصل عكس كده، لان احنا النادي الاهلي دايما ما بيبقاش موفق في الكاس، بس ان شاء الله هنكسب بيراميدز وناخد الكاس ونقابل الزمالك في السوبر. وتعالى لي تاني يا غريمي بقى، تعالى لي تاني يا غريمي بقى، ده مساء التلاتات يا جدعان. وطلع النادي الاهلي مطلع لك ايه؟ قال لك انا اشتكى رئيس الزمالك 3 شكوات. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده الادمن بتاع البيدج بتاعت النادي الاهلي الرسميه، اقسم بالله. ده يا جدعان كياد قوي بيحفل على الزمالك، اقسم بالله. ان شاء الله ده الدوري يكون في الجزيره والكاس، وان شاء الله نكسب سان داونز. يلا السلام عليكم.